هاي هاي هاي، معاكم هدير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو تغيير في الانتريه. بصوا بقى، شوفوا شكل الانتريه واحفظوه كويس قوي، علشان خاطر هنغيره فيه حاجات كتير قوي دلوقتي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، انا هدير، بعمل فيديوهات، روتينات، فلوجات، مشتريات، كل حاجه كده تخص اي واحده، تخص بيت اي واحده. ولسه ان شاء الله باذن الله هعمل لكم بقى فلوجات الولاده ومشتريات البيبي، هعمل لكم فيديوهات حلوه قوي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجه جديده انا بعملها. وما تنسوش يا جماعه، كل اللي بيتفرج عليا كده يحط لي لايكات كتير قوي. بصوا بقى، دخلت دلوقتي على الانتريه، قلت اول حاجه اعملها ان انا اجيب كده اي كروانه احط فيها ميه سخنه، وابتدي ان انا احط فيها الحاجات اللي هي المنظفات بتاعه الانتريه. وجبت فوطه كده نضيفه زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اعملها طبعا بالبتاع ده، بس مش هكمل بيه. هو بيطلع التراب بس، يعني بيطلع اي تراب، الغطا الحله ده بيطلع اي تراب موجود في الانتريه. انما هو كبقع وكده بحب ان انا اعمله بايدي. فانا تقريبا هعمل الكنبه دي بس تقريبا، يعني والله مش فاكره قوي لان الفيديو متصور بقاله فتره طويله، فمش هكمل بيه. هعمل بقى بالفوطه لوحدها، عشان خاطر بقى ايه. بصوا كل ما بشوف بتفاجئ بصراحه، او مش بتفاجئ، هو انا ببقى متوقعة حاجة زي كده، علشان خاطر كده كده الجو عندي اصلا كله تراب، صيف شتاء، فقشطة يعني متوقعة ان هو بيطلع كده. كل لما بغسله، كل ما بغسل الانتريه، الركنة، حتى كراسي السفرة بلاقيها مطلعة تراب كده، فده العادي يعني. عندي جهاز البخار بس مش لما جيت اشغله، مش يعني الجهاز اللي عندي كان بتاع ماما، فكان مركون بقاله فترة. كنت قايله لكم الموضوع ده قبل كده. جيت اجربه لقيته ما اشتغلش. هو ما كانش بيطلع، مش بيطلع بخار خالص. المهم فحسيت ان في حاجه سداه او كده، فرحت وديته عند حد يعملهولي. وبعدين بعد بقى ما عملهولي وكده جيت اشغله، اشتغل ايه دقيقة مثلا، دقيقة ما كملش والله العظيم يا بنات. جيت اعمل بيه الركنة، يا دوبك بعمل فس كده تش خلاص كده لقيته فصل خالص. حاولت ان انا اشغله تاني، مرضاش يشتغل ابدا ابدا ابدا. ف هو الماركة بتاعته تقريبا اسمها هاي تك، تقريبا. بس مش عارفة ليه هو عمل كده بصراحة. يعني مش لاقيه له مبرر ولا لاقيه له سبب ان هو يعمل كده، غير ان هو عشان خاطر كان مركون، يعني ان هو باظ من الركنه مثلا او الكلام ده كله. مش لاقيه اي مبرر تاني بصراحه غير كده بس. المهم كل شويه بقى بغسل الفوطه كده زي ما انتوا شايفين، وبمسح فيها وبمسح بيها الانتريه كده، بقى بيطلع بلاوي سودا. المهم في الفيديو اللي فات كنت عايزه اتكلم معاكم عن البيجات اللي هي الاونلاين اللي بتعمل عروض وهميه، عشان خاطر ما تتخدعوش وما تعملوش زي الناس الهبله اللي بيروحوا يجروا ورا اي حاجه. فعايزه اعرفكم برضو الموضوع ده. بصوا يا بنات، انا واكتشفت الموضوع ده ازاي هقول لكم برضو دلوقتي كل حاجه. بصوا، في بيدجات تقولك مثلا ايه، بكره الساعه كذا هعمل مثلا عرض، مثلا تقولك ايه، اي ترنج اطفال ب50 جنيه، واي مش عارفه ترنج، انا بقول مثلا، مش بقول كده تمام. اي مثلا ترنج بناتي او نسائي 150 جنيه. ما تنسوش يا بنات تيجوا، مش عارف ايه. الناس كلها تروح ما تلاقيش ليه، فين الترنجات اللي قلتوا عليه، يقولولك خلصت. هما بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيعملوا عروض وهميه. يعني ايه عروض وهميه؟ يعني بيطلعوا على النت. عشان كده بقول لكم ما تصدقوش اي بيج او اي حد بينزل عروض وبينزل كده، مش كلها صح ومش كلها حقيقيه. انا جربت قبل كده محل فوق كان فاتح في وش ماما على طول، لقيت المحل دوت منزل عرض على
الجلابيات اللي هي الامهات. تمام. فقلت ايه، قلت طالما انا عند ماما، قلت انزل اشوف كده الجلابيات وكده واجيب لها ايه جلابيه. ماما بترتاح يعني اكتر في الجلابيات وكده. طب هي في وش البيت على طول، في وش بيت ماما على طول، وعاملة عرض. العرض ده لسه عاملاه دلوقتي حالا، يعني انا هي عاملة لايف، تعالوا يا بنات دلوقتي هتلاقوا كذا. نزلت في وش ماما على فين الجلابيات، لا خلصت. اللي خلصت ايه ده، اللايف لسه شغال. اللي هو ازاي اصلا خلصت. المهم بقى ايه، لقيت لكم برضو محل تاني عمل نفس الموضوع، يعني بيطلعوا لايفات يا بنات بجد، وعروض عروض مغرية، يعني عروض اللي هي تخليكي ان انتي تنزلي من البيت علشان خاطر تروحي لهم مخصوص علشان خاطر تشوفي العروض دي. يعني احنا عارفين الحاجة اسعارها ايه. فالمهم بقى ايه بنات، محل تاني لقيته عمل كده. بصراحة انا اي محل بلاقيه زحمة والله لو الحاجة ببلاش ما باخدهاش. فانا بحب اروح قبل الزحمة او بعد الزحمة، يعني يا ده يا ده، يا قبل الزحمة يا بعد الزحمة. سوري يا جماعة المايك وقع فبعدله عادي. انتوا مننا وعلينا. المهم ما بحبش بصراحة ان انا جو الزحمة قوي وان انا اقعد عشان خاطر اخش اجيب حاجة او كده، لا خلاص مش عايزاها، مش مهم. فالمهم انا ما بحبش اروح بقى في الزحمة وكده. فجيت بقى ايه، لقيت محل تاني عمل نفس الموضوع. تروحي هناك اصل العروض خلصت. عروض ايه يا جماعة اللي خلصت؟ اتاريها بقى يا جماعة ده نظام جديد المحلات عاملينه علشان خاطر يجروا بيه الزبون، ويخلوا بقى ايه، يعملوا عروض وهمية عشان يخلوا بقى في زحمة كتير على المحل، ويطلعوا بقى لايف، بصوا يا جماعة بصوا احنا المحل بتاعنا زحمة ازاي، بصوا مش عارف ايه. وبعدين يعني انا واحدة مثلا داخلة فما لقيتش العرض، فممكن حاجة تانية تعجبني فهشتريها. فهم ده نظام جديد عشان يجروا بيه الزبون. بس حرام يعني، ليه ان هم يعملوا حرام يعني، فاهمين ليه يعملوا عروض وهمية زي دي. الوحيد بصراحة اللي العروض بتاعته على طول كويسة يعني رنين زي ما بتلاقيه مكتوب زي ما بتروحي تلاقيه. لقيت المرة اللي فاتت لما رحت الكرسي بتاع سليم كان مكسور. فالمهم ايه ببص مخبين بالونات فين. المهم فتوتة كمان عايزة كرسي، الكراسي الصغيرة دي. فالمهم رحت لقيته بيقول لي الواحد ب100 مش عارفة ب180 أو 170 حاجة كده، والتاني ولو أخدتي واحد تاني هتاخديه أنا كده كنت واخدة 2. فلما روحت عند الكاشير بصراحة والله العظيم ما كنت أعرف إن التاني بجنيه، بصراحة أقسم بالله. يعني أنا كنت واخدة 2 ورحت عند الكاشير لقيته بيقول لي الكرسي ده عليه عرض، الواحد ب180 والتاني لما تاخدي التاني تاخديه بجنيه. فصراحة اتبسطت قوي. حاجة حلوة قوي بصراحة. فرحت واخدة، يعني رنين أصلك قريب مني هنا، فبروح على طول ايه، بروح اجيب من عنده شوية حاجات. وفي حاجات كتير من البيت اللي هي الحاجات اللي انا جايباها في التجديدات جايباها من عند رنين برضو، زي المفارش مثلا، المفارش جايباها من عند رنين. الكلام ده. بس بقى يا جماعة افتحوا ملايات السرير عشان خاطر ما يحصل لكوش زي ما حصل. وافتحوا يا جماعة الملايات بتاعت عشان خاطر انا بتاعتي طلعت قصيرة. بس بقى هقول لكم على حاجة، شفت واحدة كانت منزلة فيديو روتين يعني كده، بنوتة لذيذة قوي قوي وحلوة كده ما شاء الله اللهم بارك. فجايبة نفس المفرش ده ولاقيها حطاه بالعرض، يعني القلوب بتاعته جاية بالعرض. فمش عارفة بصراحة ايه، مش عارفة. قبل ما انسى انا في بنوتة كتبت لي في الكومنتات ان انا اعمل البتاع من تحت، المكنسة من تحت، قالت لي لزقيها بلزق. تمام. انا مش عارفة ازاي الفكرة دي كانت غايبة عني، والله العظيم انا كل ما بكنس بدعيها بجد. ربنا يبارك لك علشان خاطر انا عملتها كده بلزق فعلا لزقتها وزي الفل وما حصلش اي حاجه، ما بتتفكش خالص من ساعه ما لزقتها.
فبجد ربنا يبارك لك وميرسي جدا 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 ليكي. شفتوا بقى يا جماعه ان كومنتاتكم بتنفعني ازاي؟ يعني كومنتاتكم والله يا جماعه لما بتكتبوا لي كومنتات انا بسمع كلامكم وفعلا بتنفعني. بصوا لزقتها من الحته اللي من تحت دي بلزق عادي اللي هو السكوتش العريض ده، وبسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. بجد يا جماعه انا مبسوطه قوي قوي قوي. فبجد ميرسي جدا ليها وربنا يبارك لها يا رب ويحفظها ويبارك لها في اولادها يا رب. المهم كنت عايزه طبعا اشيل السجاد بس بصراحه ما قدرتش، يعني عشان ما اكذبش عليكم مش قادره اشيل السجاده واشيل الترابيزه واشيل الحاجه. فقلت خلاص يا بنتي يا هدير اكنسي النهارده بالمكنسه اللي بالكهرباء كده، وممكن ايه مثلا اشيل المشايات واكنس من تحت وامسح من تحتيها بالشرشوبه مثلا، بس من غير ما ايه من غير ما اشيل السجاده. يعني مش قادره بصراحه ان انا اشيل سجاد وكده. وقلت عادي مرة تانية ان شاء الله بإذن الله يبقى خلاص، يعني يبقى صحتي قادرة ان انا اشيل السجادة ابقى اشيلها. او ممكن مثلا ايه مش عارفة، يعني قبل الولادة بفكر اجيب حد ينظف لي البيت وكده، لان انا طبعا بولد في اسكندرية ان شاء الله من غير مقاطعة. فبفكر قبل ما امشي على طول بعد ما احضر حاجتنا وكده اشوف حد يجي يشيل لي الشقه كده ويظبطها لي وينضفها لي، بحيث ان انا اجي الشقه تبقى رايقه كده ونظيفه. فبفكر اعمل كده، يشيل لي بقى ايه يعملها لي تنظيف عميق. هو انا الحمد لله الحمد لله يعني دايما ايدي فيها، يعني مش هتلاقي مثلا اللي هتيجي مش هتبقى فيها تعب قوي ليها قد ما هيبقى اللي هو ايه التنظيف. هو هيبقى عميق شوية بس ما مش هيبقى تعب قوي، لان الحمد لله الواحد ايده برضه في الشقة على طول. بس المهم بقى بنات ايه محلات بقى كتير بتعمل بقى الموضوع العروض الوهمية دي. استنوا اقول لكم دلوقتي. بص بقى انا جبت اول حاجة في التجديدات جبت اللي هي الكفر ده. هو مش كفر كامل، هو اللي هو بيتحط على اللي هي المكان اللي قاعدة بس عايزه اقول لكم حلو قوي قوي وادى شكل حلو للمكان. بصراحه انا عشان العيال كانوا ساعات مثلا لما يقعدوا في الانتريه او كده زي ما انتم شايفين بيبقعوا ويبهدلوا الدنيا وكده، بس جبت ده. حسيت هو في منه الدرجة الفاتحة وفي منه الوان كتير وفي جراي وفي كده، بس انا حسيت ان فاتح مع فاتح يعني نفس الدرجة بالظبط مش هيبقى احسن حاجة. فحسيت ان انا لما جبته درجة اغمق شوية حسيت ان هو شكله احلى. يعني انتوا شوفوا البتاع كله لما يتفرش كله هتفهموا اللي انا بقول لكم عليه. حسيت ان هو ادى شكل كده ايه ادى شكل حلو للبتاع. ادوني رايكم برضو قولوا لي انا عادي انا ممكن اجيب واحد تاني ان انا اغير فيهم مثلا في ده وفي ده. بس جوزي بيقول لي اتي يعني كنت جبتي واحد يغطي الانتريه كله اللي هو بيبقى من فوق ومن الجناب وكده، بس مش عارفه انتوا قولوا لي ايه رايكم. بصوا هنا دول بتوع الكراسي، حطيت كده في كل واحدة فيهم واحدة احطهم برضو على الكراسي. مش عارفة حسيت والله حاسة ان هو مدي شكل حلو والله للانتريه. بصوا والله حاسة لذيذ قوي مش عارفة ليه. قولولي برضو ايه قولولي رأيكم في الكومنتات. واجيب اللي هو بيغطي الانتريه كله ده هيبقى حلو ولا مش احسن حاجة؟ عايزاكم برضو تقولولي في الكومنتات كده ايه انتوا اخواتي وقولولي كده رأيكم ايه. وجايبه حاجات تانية عايزه اقول لكم بقى حاجات حلوه قوي 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 مديه شكل جميل. وبصراحه مش ناقص غير ان انا اشيل السراير دي واوديها اسكندريه بقى. بس بجد هرتاح لو اخدت السراير دي تفضي عندي شويه في الانتريه. حاسه شكلهم مش احسن حاجه في الانتريه، شكلهم وحش قوي، فحاسه ان انا عايزه اوديهم. صدقوا نسيت ان انا اجيب حاجه على الجزامه، لسه فاكره دلوقتي على الجزامه اللي بره دي. حاسه ان انا لو جبت مثلا زرع او جبت اي حاجه من دي حاسه ان هيبقى شكله حلو قوي. مش عارفه ليه، قولولي برضو في الكومنتات. انا جايبه بقى حاجات جميله خالص خالص هتعجبكم قوي. هنا بقى رحت حاطه كده في الكنبه دي برضو حطيت فيها كده الكفر. بصوا حاسه شكله مغير كده شكل الانتريه مش عارفه ليه. بصوا بقى
هوريكم دلوقتي ايه ده. كده مناديل، مش عارفة كنت عايزة احطها في الجناب بس حاسة مش هتبقى شكلها احسن حاجة، يعني كنت عايزة احطها في الجناب بتاعت اسمها ايه، اللي هي الجناب بتاعت الايد بتاعت الكنبة دي، بالذات اللي هي جنب باب الشقة دي بتتبهدل بسرعة قوي، بس حسيت ان هي هيبقى شكلها مش احسن حاجة يعني. فروحت قلت خلاص انا هحطها على الكراسي كده وخلاص مش مهم. بس تعالوا بقى شوفوا بقى اللي جاي بقى، شوفوا بقى اللي جاي يا جماعة. ايه ده؟ انا همسح الاول. نسيت والله يا جماعة، الفيديو متصور بقاله فترة فنسيت. المهم هنا بقى طبعا حاطه كلور وحاطه جنرال، وبقيت احط ساعات معقم للارضيات بالذات. مش عارفه ليه لما باجي اعمل الركنه بالذات بحب ان انا احط اللي هو المعقم دوت اللي هو شبه الديتول والكلام ده، بيبقى شكله حلو أوي. شكله ايه؟ بيبقى حلو يعني وكده، عشان الولاد بيبقوا دايما قاعدين مثلا ساعات بينزلوا على الارض ساعات كده، فبيبقى احسن ليهم. حاجة وقعت منهم حاجة كده فبتبقى الدنيا متعقمة احسن. شايفين الترابيزة القرعة دي؟ انا جايبه لها حاجات عسل عسل، حاجات سكر قوي، غيرت فعلا من الشكل خالص، خلت الانتريه حاجة تانية بتاتا، حاجة تانية، حاجة احلى بكتير بكتير بكتير. بحس فعلا الزرع والورد والشجر والكلام ده في البيت ان هو بيدي طاقة ايجابية وبيغير كده من المود بتاع البيت، مش عارفة ليه بحس ان هو بيغير الشكل وكده. بتحسوا نفس الاحساس ده ولا انا لوحدي اللي بحس بكده؟ يعني انا بحس ان الزرع ده بيدي طاقة ايجابية في البيت. هنا بقى قلت طبعا امسح مكان المشايات اللي انا كنت سايباها، اللي انا كنت عاملاها. فاضل كمان السفرة، انا كنت عاملاها في نفس الفيديو ده، في نفس اليوم ده، مش في نفس الفيديو. الأوضة بتاعت السفرة والحاجات دي، بس ما صورتش معاه. لا صورت يا بنات بس ما نزلتهاش في نفس الفيديو ده علشان خاطر هطول عليكم اوي. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، ياه ياه ايه الجمال ده. بطني ما دخلتش جنب الكرسي من ورا. بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة، ايه ده؟ ايه ده في كده؟ ايه رأيكم في الشجرة القمر دي؟ بص عايزة اقول لكم قمر قوي. طبعا بفتحها، كانت الراجل اصلا كان مدالي مقفولة عن كده، انا فتحتها كمان قبل الفيديو. حسيت بصوا شكلها قمر ازاي، واديت شكل حلو قوي 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 في المكان. هنا بقى تعالوا بقى، تعالوا بقى بصوا بقى الجمال. هنا حطيت بقى المفرش وجبت بقى الزرعة دي، الشجرة دي كده. بصوا حسها عسل قوي قوي قوي. وجبت الكتاب ده. ايه رأيكم اجيب واحد تاني ولا ده حلو؟ بصوا حطيته كده، وحطيت المناديل برضو بتاعت المناديل دي. بصوا حسيت بجد بجد، حاسه التجديد ده يعني سبحان الله، راحه ما شاء الله اللهم بارك، بجد راحه نفسيه. هوريكم بقى الشكل العام. بصوا الجمال، انا عن نفسي انا كهدير مبسوطه ومرتاحه قوي قوي. بصوا الجمال يا بنات، ايه ده؟ ايه العسل ده؟ هنا بقى هقفل بقى الستاره عشان خاطر بقى اوريكم ايه، اوريكم بقى الشكل النهائي كده في المكان. انا سايبه السلك بس مفتوح، و يعني فاتحه الازاز وسايبه السلك. بصوا بقى، بصوا بقى، يا على الراحه النفسيه، ويا بقى على اخر بقى اللقطه دي بتاعت رشه المعطر دي، وانا بقى عماله ارش على الشجر كده. احساس جميل قوي بجد. عايزاكم بقى تقولي لي رايكم في الكومنتات، وحطوا لي لايكات كتير قوي. اشوفكم على خير في فيديو جديد.